ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة يوم جميل علشان الشمس طالعة والعصافير طايرة في السماء. حسيت قبل كده ان عندك امل لكن حاسس باحباط؟ حاولت تبقى ايجابي لكن برضو قعدت تكبت مشاعرك الحقيقية؟ انت مش لوحدك. تعرف ان في امل سلبي وامل ايجابي؟ واو! في الحلقة دي هتعرف الفرق ما بينهم. الأمل حاجة مهمة جدا، دي الخطوة الأولى علشان تقدر تغير الواقع بتاعك للأحسن. الأمل السلبي في الحالة دي بيتوهك وبيخليك تستنى التغيير من غير ما تعمل أي حاجة. الأمل الإيجابي هو فعلا اللي بيخلينا ننجح أول ما يبقى عندك أمل وتشتغل عليه. مثال: أنت عندك أمل إنك تنجح في الامتحان، لو ذاكرت يبقى ده إيجابي، لو ما ذاكرتش وفضل جواك أمل يبقى أنت كده بتخدر نفسك، ده كده سلبي. مثال تاني: عايز تخس، لو عندك خطة للرياضة والأكل الصحي كده إيجابي، لكن لو فضل جواك وما صلحتش من أسلوب حياتك ده كده سلبي. مثال تالت: عايز تعمل قناة يوتيوب تكسر الدنيا، لو بدأت تتعلم مونتاج وتصوير وازاي تصمم صور انت كده صح، لكن لو فضل الموضوع فكرة في دماغك من غير ما تعمل أي حاجة هتفضل مستني. في فرق برضو ما بين الإيجابية السامة والإيجابية الصحية. الإيجابية السامة بتجبرك على إنكار مشاعرك السلبية، جواك مشاعر سلبية وبتحاول تبين إنك أنت إيجابي وبخير، عندك طريق للهدف اللي أنت عايز توصله بس فاكر إن مفيش صعوبات ومطبات. الإيجابية الصحية بتعترف فيها بمشاعرك وبتحسنها، عارف إن في صعوبات هتقابلك في الطريق لهدفك، وعشان كده أنت بتاخد بالك منها علشان تصلحها وتعرف إزاي تعديها، وعارف إنك كده كده هتوصل في النهاية. مثال: أنت شغال في شركة وعارف إنك ناجح وهتكبر فيها، وفي نفس الوقت مجهز لأي مشكلة ممكن تحصل. الشركة ممكن تفلس وتقفل بس انت عندك مشروع خاص هيأمن دخل ليك. مثال تاني: انت بتحافظ على صحتك بأكل صحي وبتلعب رياضة وبتخرج في الشمس، لكن انت ممكن يجيلك مرض في اي وقت، وعشان كده شايل فلوس للحالات دي علشان لو حصل حاجة. الإيجابية الصح بيكون فيها شوية تشاؤم بسيط، مش تشاؤم كبير، لأ تشاؤم بسيط. خلي بالك دايما من الأمل المزيف والإيجابية السامة، لأنهم لو عندك انت كده بتهرب من الواقع، زيك زي اللي بيشرب مخدرات. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.